السلام عليكم يا شباب، الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. تعال اقول لك تتجنب ايه في السحور، خد ايه افضل حاجه وكده. اول حاجه تبعد عنها وهي القهوه، لان هي بتخليك يعني بتطرد الماء من جسمك كتير والسوائل، وده طبعا انت محتاجه عشان ما يحصلكش جفاف. تاني حاجه الحوادق. تالت حاجه المقليات والوجبات الدسمه. طب افضل ايه او اخد ايه اكتر حاجه اركز عليها؟ اول حاجه اركز عليها طبعا البروتين، دهون صحيه، كربوهيدرات معقده عشان خاطر بتاخد وقت في الامتصاص. طب والبروتين اركز على البروتين الكازين، مش بتكلم على المكمل الكازين، لا انا اقصد بروتين الكازين موجود في الالبان او منتجات الالبان زي الزبادي والجبنه القريش، اكتر حاجتين هتلاقي فيهم كازين. ممكن ندخل بروتين زي البيض زي الفول، الحاجات دي كلها مهمة جدا، وحاول تركز عليها عشان الشبع في الفترة بتاعت الصيام الطويلة اللي انت هتكون فيها، لان بروتين الكازين بياخد وقت مدة لحد 8 ساعات في الهضم. بس كده، سلام.